السلام عليكم متتبعي قناة جيوسبور، مرحبا بكم. فاجأ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إدارة ناديه بإخطارها بعدم رغبته في تمديد عقده الحالي. وبحسب صحيفة ليكيبا الفرنسية فإن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان في خطاب رسمي بأنه لن يفعل بند التمديد حتى عام 2025، وبالتالي ينتهي العقد في يونيو 2024. وأوضح خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو أن إدارة باريس سان جيرمان لن توافق على رحيل بامبي مجانا بنهاية الموسم، وبالتالي فإنها ستطرحه للبيع إذا لم يوقع على عقد جديد. يذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أكد قبل أيام لأحد الجماهير أنه سيتم التعاقد مع بامبي، لكن ليس هذا العام، حيث وضع الريال خطة للتعاقد مع النجم الفرنسي مجانا في نهاية الموسم القادم. لكن قرار مبابي قد يغير من سياسة الريال، والاضطرار للدخول على خط التفاوض من أجل استقطاب مبابي خلال الميركاتو الصيفي القادم وتعزيز القوة الهجومية للفريق. يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع إبراهيم دياز فيران غارسيا لحد الساعة، في حين رحل عن النادي الملكي كل من النجم الفرنسي كريم بنزيما واللاعب البلجيكي إيدن هازارد واللاعب ماريانو دياز.